تحت شعار العمال هم صناع الأوطان، أقام الاتحاد الوطني لنقابات العمال مهرجانه السنوي بمناسبة عيد العمال. افتتح المهرجان بآيات من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة والنشيد الوطني. حضر المهرجان شخصيات حكومية وسياسية وإعلامية وثقافية وأدبية ومنظمات المجتمع المدني. افتتح المهرجان بكلمة ترحيبية للسيدة آمال الشويلي رئيسة الاتحاد الوطني لنقابات العمال في البصرة. كما احتل المنصة الأستاذ حسن النجار المعاون الفني لمحافظ البصرة. تخلل المهرجان أعمال فنية وأدبية ومسرحية. طبعا احنا اليوم مسوين مهرجان الاتحاد الوطني لنقابات العمال برعاية الست آمال الشويلي، مسوين مهرجان عيد العمال. طبعا العامل يستحق من عندنا نكرمه بهذا اليوم ونحتفل به، ومبادرة حلوة من الست آمال الشويلي اللي دعت بها العمال، وان شاء الله راح تكرمهم ومجتمع منظمات المجتمع المدني، وان شاء الله نتمنى من الحكومة ان تنصف هاي الايد العاملة، لان احنا بلا اياها لا شيء. زيهم
زيهم زي البنين. البنت زي الولد ماهيش كمالة عدد. البنت زي الولد ماهيش كمالة عدد. يستذكرون هذا اليوم ونحن معهم أيضا، على اعتبار أننا نشرف على جزء من ملف خاص بالعمل والشؤون الاجتماعية والعمال. نركز على نقطتين أساسيتين ذكرت في كما عبر عنه في المنهاج الوزاري لحكومة السيد السوداني. الأولى هو التأشير ما بين القطاع الخاص والقطاع العام على اعتبار يمثل الركيزة الأساسية، والثانية هو ما يتعلق بقضية سن قانون عادل لكل العاملين، لا سيما التأكيد على إعداد سلم رواتب منصف لكل العاملين في القطاع العام. وبهذا نكون قد عشقنا ما بين القطاع العام والخاص من ناحية قانون العمل، وعشقنا أيضا ما بين التساوي بالعمال من خلال سلم الرواتب للقطاع العام. كل عام وعمالنا بالخير، ومزيد من التألق إن شاء الله نحو عامل أفضل وعمل أنجح. بسم الله الرحمن الرحيم. تلبية بدعوة اتحاد نقابات العمال بالبصرة، جئنا هذا اليوم لنشارك صناع الأوطان بناة الأوطان بعيدهم ونشد على أيديهم، ونحن كوزارة عمل وشؤون اجتماعية مع ومن الكادر العمالي ومع النقابات. كل عام وأنتم بخير، كل عام والعراق بخير. بكم يزدهر العراق، بكم نبني العراق، بكم نبني شبابنا وبيوتنا ومدننا وشوارعنا وقصباتنا. يبقى العمال الركيزة الأساسية في المجتمع، وتبقى حقوقهم مرهونة في الحكومات السابقة والحالية والمستقبلية. فعلى الحكومة الالتفات إلى هذه الشريحة المنهكة على مدى الزمان، فيجب مراعاة حقوقهم والالتفات لهم التفاتة حقيقية. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لقناة الأضواء الرقمية، كاظم الأمير.